كلنا كده وبالإجماع بيبقى نفسنا ناكل حاجة ومش عارفين ايه هي الحاجة اللي احنا عايزين ناكلها دي. السلام عليكم، ازيكم يا احلى اخوات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا ايمان ودي قناتي. يلا نصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم. تعالوا كده نبدأ الفيديو بتاعنا و... وخلاص نعملها على طول ان هي تبقى دي بداية الفيديو بتاعنا على طول. نقول مع بعض آية حلوة قوي، دايما كده نقولها في كل فيديو ونبدأ بيها الفيديو بتاعنا. هنقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. يلا بينا كده كل فيديو نبدأ بيه بإذن الله تكون بالآية الجميلة العزيزة على القلب دي. أنا عاملة الآية دي كده في ورقة عندي في المطبخ ودايما بقولها. فيلا بقى كده نخليها على طول بداية الفيديو بتاعنا، ودايما كل ما نبدأ فيديو نبدأه بالآية الجميلة دي. ويلا نشوف عملنا ايه. جربت كده البابلز كيك وبصراحة ما ندمتش ان انا جربته، وبجد ندمت ان انا ما عملتوش من زمان. هنقول بسم الله، ومقاديره سهلة جدا وبسيطة جدا. هنجيب 3 كوبايات من الدقيق وهنخلهم كويس جدا. وبعد كده هجيب كيس بيكنج باودر او كيس كيك شيف، اي حاجة يعني تفضليها. وطبعا ذرة الملح دي ما تنسيهاش. 3 مكونات دول هنخلطهم كده مع بعض كويس جدا. اتفقنا على 3 كوبايات دقيق، هم دول اللي احنا هنحتاجهم بإذن الله في الوصفة الجميلة بتاعتنا. حطيهم بقى كده على جنب وتعالي نشوف المكونات السائلة بتاعتنا هتكون ايه. اولا كده نكون متفقين ان هي ممكن تبقى في الخلاط او تبقى في المضرب زي ما انت عايزة. حطيت كده 4 بيضات. بصوا البيض لو كبير يبقوا 3 بيضات كفاية قوي، لو البيض صغير بقى جدا هيبقوا 4 أو 5 بيضات صغيرين. تمام. المهم حطيت كوباية من السكر، وبعدين حطيت ربع كوباية من اللبن البودر، وهحط كمان جنبي كده ربع كوباية من اللبن العادي. هي المفروض بتتعمل بنص كوباية من اللبن البودر، بس مش هنقف عليها. انا كان عندي ربع كوباية بس، يعني كان موجود معايا ربع كوباية بس من اللبن البودر. هضيف عليه ربع كوباية من اللبن العادي. تمام. وكوباية السكر والفانيليا، ومعايا نص كوباية من الزيت. وهنضرب ده كله كويس جدا في الخلاط او في المضرب اليدوي او بالمضرب الكهربائي زي ما تحبي الموجود عندك. المهم تضربي المكونات دي كويس جدا. ونسيت اقول لكم على معلقة الخل دي برضو مهمة جدا عشان بتشيل زفرة البيض وبتحسن لك من جودة الكيكة او اي حاجة بتعمليها في المعجنات. هخلط بقى المكونات بتاعتي دي كويس جدا، السكر يدوب كده وكمان البيض، كل حاجة اضربها كويس جدا مع بعضها في الخلاط طبعا زي ما قلتلك، او اي حاجة موجودة عندك ايا كانت بقى آلات الضرب معاكي ايه. المهم اضربيهم كويس جدا الطريقة اللي انت شايفاها معايا دي. خلاص كده هو ده القوام اللي انا عايزاه. شايفين؟ هتفضلي تضربي كده حوالي دقيقتين او 3 دقايق. وبعد كده هحط على طول الدقيق بتاعي واحدة واحدة، مش هحط الدقيق مرة واحدة. هحط كده نص الدقيق، هحطه يعني على 3 مرات. تمام. وكل ما احط شوية كده هقلبهم واخلي الدقيق بتاعي كده يختفي مع المكونات السائلة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هي بقى ايه زي طريقة الكيك كده، بس احنا هنتقل العجينة بتاعتها. تمام. دي كده عجينة الكيكة العادية اللي احنا عارفينها. لا، حطي بقى بقية المكونات بتاعتك، بقية ال3 كوبايات بتوعك عشان توصل للعجينة اللي احنا والملمس اللي احنا عايزينه. شايفين؟ بالطريقة دي. قلبي كويس كده كل ما تحطي الدقيق، قلبي كويس وخلي الدقيق بتاعك يختفي في العجينة. تمام. العجينة بتاعتي طبعا لسه طرية جدا. هنحط بقية الدقيق بتاعنا بس كده، وهقلب كويس جدا. كده انا حطيت بالظبط 3 كوبايات دقيق، ومعاهم كيس من البيكنج باودر، وبعدين ذرة الملح. تمام. واقلبهم كويس جدا. وهو ده كده القوام اللي وصلت ليه بعد 3 كوبايات من الدقيق. شايفين عامل ازاي؟ هوريكم كده على قريب عشان تشوفوه كويس جدا. ده القوام اللي انا عايزاه بعد ال3 كوبايات دقيق. شايفين عامل ازاي؟ قربت كده الشاشة عشان تشوفوه كويس. القوام ولا تقيل قوي قوي وناشف، ولا طري جدا مش هتعرفي تشكليه. تمام. هنقصه بقى في الخطوة دي
هاخد النص اللي انا هعمله بالشوكولاتة وهسيب النص التاني، وهقول لكم هنعمل فيه ايه بالظبط. تمام. هنقص كده المكونات بتاعتي بالظبط النص بالنص بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. تمام. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هجيب في اللي انا هعمله بالشوكولاتة واحط عليه معلقتين شوكولاتة كاكاو خام كبار. تمام. والتاني هحط عليه معلقتين دقيق كبار، لان طبعا العجينة مش هقدر اشكلها وهي عاملة كده، فهحط هنا معلقتين من الكاكاو الخام وهنا معلقتين من الدقيق، وهبدأ ان انا الف بيها العجينة عشان ابدأ ان انا اعرف اشكلها. تمام. هي تفضل العجينة تفضل اللي هي طرية قوي، اللي هي تبقى لازقة في ايدك. تمام. ففي الوقت ده انا حاولت كده ان انا اسلكها من ايدي وحطيتها كده في طبق عشان اعرف ان انا اشكلها، فهي هتفضل طرية جدا جدا، تكاد تكون يعني ايه, إيه سايلة، بس هي ناشفة حاجة بسيطة. تمام. المهم حطيت بقى هنا كمان معلقتين دقيق، لان هي كان فعلا عايزه كمان معلقتين دقيق مع معلقتين الكاكاو الخام، عشان برضو اعرف ان انا اشكلها ويبقوا الاتنين في نفس المستوى، يعني الاتنين في نفس المستوى بتاع العجينه نفسه. تمام. لازم الاتنين يبقوا نفس اللهم صل على سيدنا محمد، نفس السمك بالظبط. تمام. هبدأ بقى كده ان انا اشكلها دواير بسيطة جدا. على فكرة على فكرة هي بتلزق حاجة بسيطة. تمام. يعني هي كده ولسه بتلزق معايا، عاملة ايدي كده زيت خفيف جدا عشان اعرف ان العجينة اشكلها وما تلزقش في ايدي وتبوظ الدنيا. فحاولي بقى انت كده بحاجة بسيطة من الزيت وعكي كده صوابعك، وابدأي كده شكلي العجينة بتاعتك واحدة بواحدة كده، وشكلي البابلز كيك بتاعك بالطريقة اللي انت شايفاها دي، وامشي بقى على هذا النحو على طول. واحدة بيضة كده بالفانيليا وواحدة بالشوكولاتة، وزي طبعا ما تحبي، بس هو ده الشكل المعتاد بتاع البابلز كيك. تمام. بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. انا اول حاجة كده جبت الصينية وعملتها بالزيت وبطنتها كده بشوية دقيق بساط، وخلاص حطيت الصينية. بس بعد كده لقيت الصينية كبيرة جدا عليهم، عملتهم بقى في صينية تانية، اللي هو نقلتهم في صينية اصغر من دي، حجم اصغر من دي شوية. تمام. فانا جبت صينية كبيرة في الاول، لما لقيت بقى الصينية كبيرة جدا عليهم وفاضل كده حتة كبيرة باينة، فنقلتهم في صينية تانية. تمام. عشان بس تبقوا واخدين بالكم، اعملوا الصينية على قد العجينة بتاعتنا بالظبط. وطبعا هتعكيها زيت وتحطي فيها دقيق تبطنيها زي ما بتعملي الكيكة بالظبط، ما تقلقيش من اي حاجة فيها. تمام. في الوقت ده كده هكون انا نقلتهم في الصينية التانية، لان الصينية كانت واسعة عليهم جدا. فاض معايا بقى كده 3 او 5 كور صغيرين، فقلت هعمل فيهم ايه، مش هخليهم بقى في الصينية وخليها ضيقة عليهم. حطيتهم كده في طبق عندي ألمونيوم، حطيتهم في الفرن، وطبعا كنت مشغله الفرن على درجة حرارة 180 وحطهم على الشبكة. خدوا معايا بالظبط نص ساعة زي الكيكة. ما شاء الله الشكل بتاعهم كان جميل جدا، والتسوية بتاعتهم كمان كانت حلوة. الطبق ما شاء الله اتنسف مجرد بس احنا كنا بندوق الطبق، فحطنا عاملة فيها 5 وحدات، وده بعد ما بردت. ودي النتيجة بتاعتنا بعد كده ما البابلز كيك كده برد. هبدأ بقى اقطعها معاكم ونقدمها ونشوف عاملة ازاي وطعمها ايه. عايزة اقول لكم الطعم بتاعها ولا كيكة ولا بسكوت، مش عارفة، هو طعمها كده ما بين الكيك والبسكوت، حاجة كده مميزة. بس بجد يعني حاجة حلوة، مش ان هي تجربة وحشة، تجربة حلوة جدا بجد. طعمها حلو قوي، احسن من الكيك كمان. انا في نظري يعني طعمها احسن من طعم الكيكة. آه، حاساها كده مفرولة كده وعاملة زي البسكوت، ناشفة شوية، مش كيكة ومش بسكوت، هي ميكس كده غريب. جربيها وان شاء الله تعجبك وتستفادي منها. لو وصلت لحد هنا كده من الفيديو، ما تنسيش كده تحط اللايك الجميل اللي بيشجعني انزل لكم فيديوهات اكتر. ما تنسوش تصلوا على رسول الله في التعليقات كمان، وتقولي لي ايه رأيكم في التجربة بتاعتنا الجميلة النهاردة. عايزة اقول لكم كمان عملت شوية من الكريم كراميل حلو جدا. لو عايزين الطريقة قولولي وانا اعملها لكم. انا عملتها قبل كده على القناة بس من زمان جدا. الطريقة دي حلوة جدا جدا، كراميل كده بجد طعمه تحفة.
حلو جدًا، ممكن بقى تقدّمي الbubbles cake بقى مع اللهم صل على سيدنا محمد، مع أي حاجة بقى عايزاها، كريم كراميل بقى، شوكولاتة سايلة، أي حاجة عايزة تقدّميها بيه. بس أنا بصراحة يعني باحب الكريم كراميل وكنت عاملاه، فقُلت أجرّبها كده مع الكريم كراميل، تاكليها برضه سخنة كده مع كوباية شاي، هي بصراحة بتحكي عن نفسها جميلة جدًا. سيبي بصمتِك بقى كده وضيفي تعليق ليّا، ما تنسوش بقى دعوة حلوة كده بظهر الغيب. عرفت إن في بنوتات حلوين أوي بيتابعوني وبيحبوا فيديوهاتي، وأنا كمان والله باحبكم جدًا في الله. وفرحت جدًا لمّا عرفت إن هُم بيتابعوني، بنوتات صغننة يعني جدًا في الابتدائي، مبسوطة أوي جدًا والله، مبسوطة بيهم إن هُم بيتابعوني، ربنا يكبر خواطرهم جميعًا يا رب. بافرح جدًا لمّا باعرف إن هُم مبسوطين بفيديوهاتي وعاجباهم. ف ربنا يا رب كده يجعلنا طيبين الأثر وصُحبة صالحة، اللهم آمين يا رب العالمين. وده كان الفيديو بتاعنا، يا رب تكونوا استفدتوا منه ولو بمعلومة بسيطة جدًا. ما تنسوش بقى كده دعوة لأختكم إيمان في ظهر الغيب. وخلاص كده الفيديو بتاعنا بجد من جمال الفكرة ومن حلاوة طعم البابلز كيك، عايزاكم تجربوها وتقولوا رأيكم كده في تعليقات. بجد طريقة سهلة ومضمونة، ويعني أقول إيه أكتر من كده؟ ما فيش بقى كلام تاني أقوله. ما هي دي الحاجة اللي إحنا عايزين ناكلها ومش عارفين إيه هي. حاجة كده جامعة، ما هيش كيكة وما هيش بسكوتة، حاجة كده بتحيّرِك وفي نفس الوقت بتبسطِك إن أنتِ كلتيها. بجد حلوة جدًا وفكرة جميلة، جرّبيها إن شاء الله مش هتندمي. أنا بجد ندمت إني ما عملتهاش من زمان، دي أول مرّة أجرّبها وأول مرّة أعملها معاكم على القناة. مبسوطة جدًا إن كانت تجربة ناجحة. إن شاء الله نعمل تجارب ناجحة كتير مع بعض. هي يعني مشهورة قبل كده من زمان، بس أنا بجد ما عملتهاش ودي أول مرّة أعملها معاكم، وأول مرّة أعملها أصلًا. فيا رب كده تكون تجربة ناجحة معاكم، وربنا يحسن ما بين إيديكم، اللهم آمين. وأخيرًا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في حفظ الله ورعايته.